بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رايحة فين يا سامية النهاردة؟ بصوا بقى، انا خدت الولاد ورايحين نجيب توت. قلنا بقى ايه، نهوى على نفسنا شوية كده، ايه نخرج يعني، ايه نشم نفسنا كده شوية في الهواء الجميل دوت في وسط الزرع والخضرة. طبعا دي الترعة، طول ما احنا ماشيين ده كله شجر توت. بصوا ما شاء الله المية عاملة ازاي. طبعا اللي بيحبوا يصطادوا ده موسم بقى ان هم يقعدوا يصطادوا فيه، يعني لان المية حلوة كده مش جافة زي كل مرة. يعني الترعة دي اوقات بتبقى اصلا ما فيهاش ميه خالص، سبحان الله دلوقتي فيها ميه وحلوه، يعني فيها سمك عمال يلعب فيها. بصوا احنا هناخد بقى الطريق كله زي ما انتم شايفين كده، كل ما يقابلنا ورق، كل ما يقابلنا شجرة توت نجيب منها توت. وبعدين قابلنا كده شجر كده على الترعة غريب، في كده، يعني في كده حاجات كده ايه، سمرة، عاملة زي العنب. فبيقول لي بصي طعمه بيبقى حلو قوي. انا بصراحة دقت منه بصراحة، ايه يعني، كنت هرجع مش قادرة اقول لكم على طعمه عامل ازاي. بس هم واخدين عليه اللي في البلد. بس احنا كده وصلنا بقى ايه للحتة اللي انا اصلا بحب اجيها كل سنة، يعني انا بحب اجي هنا كل سنة في شم النسيم. ليه بقى؟ بيبقى ما شاء الله الشجر التوت فيها كبير جدا، كبير قوي. وانواع بقى، الوان وانواع وكل اللي تتخيلوه بقى. توت بقى احمر وتوت اصفر وتوت ابيض وتوت اسود، يعني كل انواع التوت هنا. وكمان بتبقى الدنيا رايقه. يعني بصوا دوت كده، دي فاصوليا خضراء، حبيت اصورها لكم برضو. الفاصوليا الخضراء دي جميله جدا، انا لسه كنت عاملاها من يومين. طعمها كده حته سكر. وبصراحه لما احنا بنجيب الخضار من الغيط على طول بيبقى طعمه احلى بكتير بكتير لما بنجيبه يعني من السوق او بنجيبه نخزنه يعني. بصوا دي كده اول شجرة توت قابلتنا. بصوا ما شاء الله كبيرة ومعرشة كبيرة، بصي عاملة ضلالة قد ايه. طبعا الولاد عشان عارفينها، اول واحدة طلعت عليها جودي، طلعت طلعت جريت فوق لانها واخدة عليها. هتطلع برضو تجيب لنا شوية توت. قالت لي امي صوريني، صورتها كام لقطة كده. وهنا بقى دي الشجرة اللي انا بحبها، بحب اقعد تحتيها كده، وجنبها بقى الترمبة، وجنبها اللي هي الطنبوشة دي، اللي هي اللي بتسقي الأراضي. يعني انا بحب الجو ده والله يا جماعه، بحب الجو ده جدا جدا جدا. فمتعوده دايما كل سنه في موسم التوت دوت في شم النسيم باجي هنا، حتى لو جايبين اكل ولا جايبين حاجه. الترومبه موجوده، بنغسل ايدينا، بنجهز الاكل ونقعد ناكل. يعني بصراحه ما بيبقاش في حاجه ايه ناقصانا يعني. بص انا بوريك اهو الشجره من كبرها، انت تمسكيها بايديكي الفروع بتاعتها وتنزلي التوت بايديكي، غير اي بقى الشجر الصغير التاني اللي على الترعه. يعني دي شجره دي عتيقه كبيره ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله. يعني تقعدي تحتيها كده وتنسي الدنيا. اه والله. بصوا انا عماله اهو ادور على المكان، الحتت اللي بيبقى فيها توت عشان اطلع عليها واجيب لهم توت، عشان الولاد كلهم قال لي يا امي هات لنا انت توت بقى. قلت لهم خلاص خدوا انتوا صوروا وانا اللي هجيب لكم، عشان برضو ما فيش حد يقع في ايه، عند السقايه دي او الطنبوشه زي ما بيقولوا يعني. قعد عمر يقول لي يا مامي خلي بالك، قلت له حاضر يا حبيبي. طبعا انا ممكن اجيب لهم اتنين تلاتة واكل انا 10 وانا واقفه كده. ليه؟ لان ما شاء الله بيبقى مسكر قوي اللي بيجي في ايديا، بحط باكله على طول. يعني العلبه ديت على ما كملناها كنا احنا خلصنا اكل. بس جو الريف جميل، يعني انصحكم يعني لو عايزين، لو حد متضايق ولا مخنوق من الزحمه اللي احنا بنبقى فيها هناك في الارياف، في القاهره او المدن، يجي كده يغير جو كده في وسط الريف كده، في وسط الجو الجميل ده. يعني احنا ولا حر ولا ساقعه، بصراحه الجو حلو جدا 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 اليومين دول. حتى لسه الناموس ما هجمش، لان لسه مشاتل الرز بتتعمل، فلسه الرز نفسه ما يعني ما اتعملش في الاراضي. لكن طبعا اول بصوا التوت عمال يقع مني ازاي وانا بعمل، يعني وانا بجيب بس عمال يقع مني. بصوا طبعا بيبقى فيه مستوي كتير بيقع، ده التوت الابيض. بص انا بوريك اهو، اللي بيجي في ايديا باكله على طول. جالي حبه كده حلوين بحطهم في العلبه يعني. وبعدين انا لو يعني هي الشجره اصلا عايزه مثلا نفرش تحتها حاجه ونهزها، هتنزل بقى كل المستوي. احنا بقى نسينا نجيب معانا حاجه نفرشها، ملايه او حصيره او اي حاجه نفرشها ونهز عليها. بصوا دي تاني شجره انا بحبها، بحبها جدا برضو ما شاء الله. شجره كبيره جدا عتيقه، وفرشه كبيره جدا جدا زي ما انتم شايفين، ومليانه توت زي ما انتم حابين زي ما انتم عايزين. طبعا جودي بقت لقيت كده هم عاملين تبن، حاطين تبن فوق بعض، وطلعت فوقيه وقالت لي انا هطلع انا بقى ايه، اجيب اللي انا عايزاه وهاكل بقى منه براحتي بقى.
بصوا زي ما انتوا شايفين انا بصور لكم اهو حجمها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. هي برضو الشجر دوت من الشجر القديم، وكفايه ان انتوا تقعدوا تحتيها كده. يعني انتوا لو زهقانين من اي حاجه تيجوا تقعدوا تحت حاجه زي كده، شجره زي كده، وقدامها بقى خلا كده، وقدامها الزرع والخضره، وتحسوا كده بنفسيه مرتاحه جدا، تبقوا مش عايزين تروحوا والله. يعني هي مليانه بس عايزه حد يهزها، ونكون فرشين حاجه تحتيها. بصراحه احنا قلنا بقى ايه، نهوى على نفسنا شويه. يعني احنا ملناش نفس زي بقيه الناس، احنا حتى في العيد ما خرجناش، ملناش نفس كده نخرج ونهوى على نفسنا. انا ما رضيتش اسرع الفيديو علشان في ناس ما بيعجبهاش ان انا اسرع الفيديو، بيقولوا انت بتجريه كده ليه. بس انا بس انا حبيت اوريكم يعني ايه. بصوا من سكارة التوت بيقع فين، ما شاء الله، بيقع على على التبن نفسه. بصوا دوت اللي هو على الزرع اللي انا بقول لكم عليه كان على الترعه. بصوا بيبقى اللي هو عامل زي العنب الاسود ده، بس هما هنا بياكلوه عادي، بس انا ما بحبوش. يعني ما اعرفش اصلا النبته دي اسمها ايه ولا شكلها. يعني شفت شكلها ما اعرفش اصلا ليها اسم. يعني ما اعرفش، اول مره اشوفها زيكم كده. ابتديت بقى اعبلهم كده، احط لهم في الطبق، في العلبه اللي معايا، علشان برضو مريم كانت موصياني، قالت لي امي ابقي هاتيلي، اعملي حسابي يعني. وفي توت قابلني كده، سبحان الله، توته طويله كده، وتحس ان هي الاتنين لازقين في بعض كده طويل. ده بقى مسكر عسل نحل، وليه طعم بقى، يعني ليه طعم غير التوت، سبحان الله. بس ما شاء الله عامل ازاي. لسه طبعا هنكمل طبعا العلبة دي. طبعا الاسهل ان احنا زي ما قلت لكم نهزها وننزل بقى على حاجة ونلم مرة واحدة. فبما اننا مش معانا يعني حاجة نحطها، فاحنا بننزل بقى ايه بايدينا كده حبة بحبة. بصوا عمال يقع من ايدي، المستوي بيقع كل ما اجي امسك حاجة. ما شاء الله المستوي بيقع من الفروع نفسها. بصوا الاحمر ده، يعني عمر دلوقتي هيصور لكم. بصوا اخر ما زيت بقى ايه، هزيت شوية دول، نزلوا هم على التبن. طبعا التبن اصلا نظيف، هم مكومينه على جنب كده، فبقينا نلم من على التبن. بصوا بقى دول الحبة اللي انا جبتهم عاملين ازاي. لسه هنروح طبعا في مكان تاني، اعدي بس القناية. في مثل بيقولك ايه، امشي سنة وما تعديش انا، عشان يعني ما تقعيش، ما تتكعوريش فيها زي ما بيقول. دي شجرة جوافة. عمر بقى عمال يقول لي بصي يا ام الجوافة ما شاء الله طرحة ازاي، بس لسه صغيرة. طبعا الحاجات دي ما بنشوفهاش هناك.